السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي. اليوم ان شاء الله غادي نقتسم معكم المطلوع ديال المقلاة معجون بالخميره البلديه منسم بالزرارع اللي هي البذور ديال الكتان والخروب، وبطبيعه الحال فيه دقيق ديال القمح. كيجي في الصراحه لذيذ بزاف. التخمير اللي غادي نديرو ليه هو تخمير بطيء، كتعجنوه بالماء يكون شويه دافئ ما يكونش سخون، والخميره البلديه كديروا غير قياسكم حتى كيخمر لكم. العجينه خاصها تكون رطبه. لاحظوا معايا التخمر ديالو كيف صار، خليته عده ساعات تخمر لينا ولا عجين اللي هو جد رائع. كنخمروه غير تخميره واحده في القصريه، ومن بعد كنقرصوه كنورقوه بداك الوراق كيكون هكذا رقيق السمك ديالو، ومباشره كنطيبوه فوق النار فواحد المقلاة اللي كتكون ثقيله، والنار تكون هكذا مجهده يعني مرتفعه. هذا هو الدلاك او الوراق اللي ورقته به. لاحظوا معايا كيف كيجي منتفخ وكيجي رائع بزاف. بالنسبه للسيدات عندي نصيحه للسيدات اللي ما كتنجحش معاهم الخميره البلديه. غادي تاخدوا مثلا الا كنتم مازال كتعجنوا بالخميره اللي هي المعجونه. هنا كنوريكم العدس هو اللي كنت حضرت الغداء، وهنا غادي ندير شويه ديال البيض يتسلق، واحد البريريت ديال الشاي بالنعناع والشيبه. هذا هو الاكل ديالنا لنهار اليوم. كنتمنى يعجبكم. نرجعوا للنصيحه اللي غادي ننصح بها الاخوات اللي مازال كيعجنوا بالخميره المعجونه او الخميره الفوريه. غادي نوريكم واحد الطريقه كيفاش تحولوها من الخميره المعجونه اللي هي فوريه الى خميره بلديه. مثلا غادي تعجنيه بالعجين ديالك المره الاولى، غادي تعجنيه بالخميره الفوريه او المعجونه. وقبل ما تقرصي الخبز ديالك غادي تاخدي واحد القطعه من داك العجين، وغادي تخليها حتى الغد لي حتى تبغي يعني حتى تبغي تعجني. مثلا عجنتي اليوم ما غاديش تعجني غدا او لا بعدو، غادي تحتفظي بها وتخليها حتى تبغي تعجني بها عاد باش غادي تعطيها الدقيق والماء وتخليها حتى تطلع عاد باش تعجني بها. دائما كتبقاي ديري هاد المرحله هذه حتى كتولي عندك الخميره البلديه. هكذا غادي يعني غادي تعرفي كيفاش تخمري فقط غير بالخميره الفوريه اللي هي معجونه، ومع مرور الايام غادي تحول لك الى خميره بلديه. كنتمنى نكون فدتكم بهذه النصيحه، جربوها ودا نجحت معكم. ما تنساوش تكتبوها لينا في التعليق هكذا باش الاخوات حتى هما يستافدوا اللي ما كتنجحش معاهم الخميره البلديه ويتبعوا هذه الطريقه. اذا ما فهمتوش الشرح مزيان نعاود نشرحه لكم في فيديو اخر. المهم هذا هو الوصفه ديالنا لنهار اليوم. اتمنى لكم الخير في مكان. السلام عليكم، الى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.